هاد الفيديو ما يكونش فيه الايديتين بزاف بحال الفيديوهات اللي قبل، ما عندناش شي بريزونطاسيون اللي تكون في شكل. هاد الفيديو غادي نبارطاجي معاك 11 حاجه اللي انا تعلمتها في هاد السنين الاخرى من حياتي، واللي بدلات البيرسبكتيف ولا النظره ديالي على بزاف ديال الامور، وعاونتني بزاف باش انني نديفلوبو ونولي الشخص اللي وليت دابا. انا ماشي شخص ناجح، ولكن انا شخص كيقلب على النجاح، وفي الطريق ديالي باغي نعاون الناس اللي بحالي. دونك الا كنتي مهتم وكنتي باغي ديفلوبي راسك اكثر، اسمع وحاول تعلم من الاخطاء اللي درت باش ما تعاودهمش نتايا. اول حاجه الموتيفاسيون ماشي حاجه اللي كتجي قبل ما نديرو داكشي اللي خاص يدار، ولكن كتجي من مور ما نديرو داكشي اللي خاص يدار. حتى واحد ما تيعجبو يتريني، ولكن فاش كتمشي كتريني كتحس براسك مزيان. حتى واحد ما كيعجبو ياكل الماكله نقيه، ولكن فاش كتاكل الماكله نقيه كتحس براسك مزيان. حتى واحد ما تيعجبو يخرج ويبقى يخدم ولا ما عرف شنو يدير، ولا يمشي للشركه ويقاد هادي ويكري هادي وينتج هادي، ولكن من مور ما كينتج، من مور ما كيخدم، من مور ما كيكري كيحس براسو مزيان. الا كنتي عوال غير على داك الاحساس ولا داك الدوبامين اللي كيكون عندك في الكور ديالك باش تنوض دير واحد الحاجه اللي خصك ديرها، ما عمرك ما غادي دير شي حاجه. الحقاش غتبقى ديما تسنى النهار المناسب والوقت المناسب، وتكون واجد وتكون عندك الدوبامين في الكور ديالك باش تنوض تخدم على داكشي اللي باغي تخدم عليه. وهاد القضيه بوحدها تقدر تكون سبب باش انك ما تكري حتى شي حاجه وما دير حتى شي حاجه في حياتك وتبقى في بلاصتك حياتك كامله. ثاني حاجه، وهاد القضيه مهمه بزاف، انك تبلاني دير الحاجه، ماشي هي انك دير الحاجه. انك تفكر دير الحاجه ماشي هي دير الحاجه. انك تقرا كتوبه كيفاش دير الحاجه ماشي هي انك دير الحاجه. انك تسول الناس كيفاش دير الحاجه ماشي هي انك دير الحاجه. انك تقول غادي نبدا نهار الاثنين ومع 8 الصباح غادي نوض ندير واحد الحاجه ماشي هي انك دير ديك الحاجه. انك تحط فيديو تقول لهم بلي راه غادي ندير هاد الحاجه، ولا ستوري تقول انا غندير هاد الحاجه، ماشي هي انك دير الحاجه. ولكن اهم حاجه هي انك دير داكشي اللي خاص يدار ودير ديك الحاجه اللي خاص يدار. بلاصه ما تجي وتقول لهم انا غادي نكري كونتوني وتاخذ احسن فورماسيون وتوجد الماتيريال كامل، خذ في التليفون ديالك حط صور الفيديو الاولاني ديالك باش تبدا تتعلم بالزربه وما تضيعش الوقت. اما الا بقيتي كتبلاني وبقيتي كتخربق وبقيتي كدير داكشي كامل غتضيع الوقت. حيت ديك التكنيك كيستعملها دماغنا باش نبروكراستينيو ويحاول يحمينا. دماغنا في الديفولت سيرين ديالو ولا في لي بارامتر ديالو كيبغي يحميك. وفاش كيبغي يحميك دماغك ما كيقولش لك لا ما تمشيش دير، ولكن كيقول لك صبر، خاصك غير هاد الحاجه باش تكون واجد باش دير. وهذه اسرع طريقه ولا من اسرع الطرق عاوتاني باش ما تافونسيش وما دير حتى حاجه من داكشي اللي باغي دير في حياتك. وما حدنا دوينا على التاجيل وعلى البروكراستيناسيون بحد ذاتها سبب باش انك ما ديرش شي حاجه. انك تبقى تبروكراستيني باش انك دير ولا تبقى تاجل واحد الحاجه اللي خصك ديرها سبب كافي باش انك ما تنجحش. لحقاش كتقول مثلا غادي ندير واحد الحاجه في واحد الوقت فلان فلاني، فاش كاع ما تكون درتي واحد الحاجه في داك الوقت اللي درتيه، اول حاجه كتكون خنتي راسك، دونك كاع ما كتبقى عندك الثقه في راسك. يعني كيفاش انت غتوقع من الناس تثيق فيك وانت براسك كاع ما كتثق في راسك وما كديرش داكشي اللي كتقول لراسك؟ يعني كاين اشكال. دونك انك تبقى تبروكراستيني ولا انك تبقى تاجل وتقول غير حتى الغدا وندير غير حتى الغدا وندير، اشكال. الا كنتي غتاجل نهار واحد حاجه عاديه، غتزيد النهار الثاني غيولي التاجيل ديما وما غتبقاش غادي في الطريق الصحيح، وغتبدا غير كتخرمز وما غتوصل حتى شي حاجه. دونك رد البال من انك تبقى تبروكراستيني وتبقى تاجل الامور. قضي الحاجه المهمه هي الاولانيه، حط 3 ديال الهدرات الاولانيه في النهار خدمهم ضروري، وداكشي الاخر يجي من مورا ان شاء الله. وحاول تبقى الماكسيموم دير داكشي اللي خاصو يدار في الوقت اللي خاصو يدار. رابع حاجه، تعلم تكون راسك، يعني تكون بوحدك ولكن في نفس الوقت ما تكونش وحيد. كاين فرق بين انك تكون وحيد وبين انك تكون بوحدك. فاش كتكون وحيد كتكون عندك داك الاحساس ديال العالم كامل ضدي، انا بوحدي، ناري ما معايا حتى شي واحد. كتبدا دير ديك الموسيقى حزينه وكتبدا تحط دوك ستوريات تاع انت راك انسان بوحدك وحزين وعامر بداك الانرجي نيجاتيف. هذه هي الوحده، وهذا هو المعنى تاع انك تكون وحيد. اما تكون بوحدك حاجه مختلفه. تكون بوحدك كتعني بلي انت شاد على راسك، خدام على راسك، عندك صحابك، فرحان حيتاش عندك الناس زوينين في حياتك، فرحان وساتيسفي بداكشي اللي عندك انت، وكتسعى انك تكون شخص حسن. فاش كتسد راسك كتكون بروداكتيف كثر، كتكون كتنتج كثر، كتكون كدير حوايج كثر وكبر في حياتك. ماشي بحال الا كنتي مع الناس وكنتي كتجمعين بزاف الناس كتخدموا اونصومبل وهادشي كامل. دونك دي بريفيرونس تكون بوحدك وتعلم كيفاش تعيش في حياتك بوحدك وكيفاش تبغي راسك. حيت اهم علاقه من مور علاقتك مع الله سبحانه وتعالى هي علاقتك مع راسك. الا كاع ما كنتي كتبغي راسك ما عمرك غتبغي شي واحد ما يمكنش تبغي الناس. واي واحد كيقول لك لا انا واخا بوحدي ولا انا وحيد كنبغي الناس وكتلقى عندك الانرجي كتبغي اللي ما كيكذب. الحقاش
اللي كيبغي راسو يقد يبغي الناس، واللي ما كيبغيش راسو عمرو ما يقد يبغي الناس، غيكون كيكذب على راسو كيكذب على دوك الناس. خامس حاجه، دور بك الناس اللي بحالك وما تدورش بك اي واحد، والسيركل ديالك يكون نقي. يعني او كيو بي اونلي كواليتي بيبل، فاش كيكون دايرين بك الناس اللي دو كاليتي كيزيدوا بك لقدام وكتزيد بهم لقدام، يعني كتشجعهم كيشجعوك، كتسولهم كيسولوك، اللي كيحتاج شي واحد كيمشي عند الاخر، وكتبقاو غاديين وكتبوشيو راسكم وكتدفعوا بعضياتكم لقدام. ديريكتومون فاش كتدخل في حياتك واحد الشخص اللي ما كيفيدك بوالو، كيكون يا كيجرك للتهلكه يا ما كيزيدك والو. الا كان ما كيزيدك والو وكنتي كتستمتع معاه مره ما كاين باس. اما الا كان داك الشخص كيحاول ينزلك لتحت، هنا فين كيولي اشكال، هنا فين خصك تيليميني من حياتك وتبعدو وما يبقاش في السيركل ديالك، حيت غادي غير يدير لك مشكله. سادس حاجه، واحد من اكبر المشاكل اللي كنواجه حاليا، هو انني كنعيش في دماغي اكثر من اللي كنعيش في الواقع. انا انسان مفكر، انا انسان كيفكر وكنبقى نفكر بزاف، ودماغي خدام 24 ساعه على 24. لدرجه فاش كنكون مع شي مجمع، اغلبيه ديال الناس فاش كيجيو كيشوفوني ساكت ما كيشوف بان لهم واحد الشخص ساكت نورمال، ولكن انا في ديك السكات ديالي كنفكر في 70,000 حاجه، ودماغي كاع ما كيقد يحبس من التفكير. ماشي ما كنبغيش، ولكن ديجا دماغي هكا في الديفولت ديالو فحال هكا داير. وهاد القضيه كدير ليا مشاكل بجوج ديال الحوايج. اول حاجه كنسى بحكم ان دماغي كيبقى خدام بزاف مع حوايج اخرى، وكنبقى مشتت وكنبقى نفكر وكنبقى ناناليزي بزاف ديال الامور، يعني كنبدا كنسى شي حوايج شي مرات كيكونوا مهمين وكنساهم. ثاني حاجه هي انني خصني نولي نفكر راسي، ولا كيخصني نبدا نفكر راسي باللي نخرج من ديك ليطر مونطال ونعيش في يعني في الفيزيك، يعني في الواقع، ما بقاش نفكر بزاف. وهذا واحد من اكبر المشاكل اللي كنواجه واللي خصني نخدم عليهم اكثر، حيتاش شي مرات كدير ليا مشاكل. 7، ما يمكنش تنتج الا كاع ما كانت عندك البلاصه فين تنتج. الا كنتي مثلا ساكن مع داركم، ولا كنتي مثلا ساكن في دار عاديه، يعني عندك خوتك عندك هادشي كامل، وكنتي باغ اكزومبل كتبات في الصالون مثلا، كتبقى تماك كتريح تماك، كتحاول تخدم تماك، كتحاول دير كلشي تماك، هاد القضيه ما مسلكاش، لحقاش دماغك كيكون مولف بلي ديك البلاصه مديره لواحد الحاجه، البلاصه ديال الراحه كنرتاحوا فيها، البلاصه ديال الخدمه كنخدموا فيها. الا كان عندك غير بيرو فحال هكا باغ اكزومبل غتخدم عليه مزيان، اما في البلاصه فين نزتي هي نفسها البلاصه اللي شاد فيها البيسي ديالك وباغي تخدم، ما عمرك غتقدر تنتج شي حاجه عن تجربه. يعني حاول تلقى بلاصه فين تخدم وفين تكري وفين تنتج، والبلاصه ديال الخدمه والبلاصه ديال الراحه. ولا ثامن حاجه، الريزولطا ماشي حاجه اللي كونترولابل، الريزولطا حاجه اللي كتجي من مور ما كنديروا الخدمه. يعني بلاص ما انك تبقى تفكر دير بزاف ديال الحوايج، وتبقى تفكر دير واحد الريزولطا، وندير قدا وقدا الفلوس، وندير قدا وقدا ديال لي ميسكل، وندير قدا وقدا البوا في واحد الوقت. ركز على شنو هما لي زاكسيون اللي غادي يوصلوك لديك الحاجه، وحاول الماكسيموم بوسيبل تولف دماغك انه يولف يبقى يدير دوك الحوايج ديما، يعني يكون كونسيستون في انه يدير الانبوتس ثم يركز على الاوتبوتس اللي هما ريزولتس. يعني الانبوتس هما اي حاجه غادي ديرها وغتعطيك واحد الريزولت، الاوتبوت هي الريزولت اللي جات من مور دوك الانبوتس اللي هما الخدمه اللي درتي. دونك ركز على الماكسيموم على داكشي اللي انت تقدر تكونترولي، بداكشي اللي عندك، بالسيتوياسيون اللي عندك، وحاول تنتج بشنو انت عندك. ما تحاولش تقول كما قلت في الاول تبقى تفكر بزاف خاصنا هادي وخاصنا هادي وخاصنا هادي. خذ لي باز ديال لي زانفورماسيون اللي غتحتاج تخدم بهم وبدا الخدمه. والتعلم حاجه كتجي مع الوقت، يعني تقدر تبدا وتضحك على راسك انت على داكشي اللي انتجتي وداكشي اللي درتي، وعاد من بعد ديفلوبي اكثر وتفهم اكثر وتولي احسن. تاسع حاجه، اهم مهاره تقدر تتعلم، ولا واحده من اهم المهارات اللي تقدر تتعلم في حياتك الا ما كانتش اهم وحده، هي انك تنقص المده ما بين انك تتعلم وما بين انك دير الخدمه. فاش كتجي كتعلم مزيان كتكون زدتي لي زانفورماسيون في راسك كتكون عارف شي، ولكن التعلم بلا براتيك ما غاديش يدير الفرق، حيت الهدف من انك تتعلم هو انك دير الفرق في حياتك. ولكن الا تعلمتي ما يمكنش دير الفرق الا كاع ما طبقتي. التطبيق هو بحد ذاته الوسيله ولا الطريقه الوحيده باش دير الفرق. دونك انك تبقى كتعلم وانك تقلب على انك يكون عندك المعلومات المثاليه باش تطبق واحد الحاجه اللي خصك ديرها، حتى هي طريقه من الطرق ديال انك تبقى تبروكراستيني وتبقى تاجل كما قلت قبيله. يعني اهم مهاره تقدر تتعلم حرفيا، اهم مهاره، حيتاش الا كنتي غتتعلم وغتطبق نيشان غادي دير فرق كبير في حياتك. يعني كنظن بلي بصح اهم مهاره تقدر تتعلم هي انك تنقص الماكسيموم مده ما بين انك تتعلم الحاجه وانك تطبق ديك الحاجه اللي كتعلم، حيت التطبيق هو الطريقه الامثل باش انك تتعلم داكشي اللي باغي تتعلم. 10 حاجه هي انك خصك تحدى راسك،
واحد من الحوايج اللي درت في 2025 هي انني جريت اول مره ماراطون، ماشي ماراطون كامل، جريت غير 10 كيلومتر. مي 10 كيلومتر مسافه كبيره بالنسبه لشخص ما تيترينيش وما تيجريش. دونك فاش مشيت كان عندي جوج سيمانات باش نبريباري. جريت قبل من الماراطون جوج مرات ولا ثلاثه ديال المرات فين وجدت راسي، ومشيت الرباط عند دري صاحبي ومشينا جرينا انا وياه ماراطون اللي عمري تخيلت راسي غادي نجري ماراطون. وخدينا ميداليه، خدينا ميداليه تاع 10 كيلومتر بريباراسيون ديال ما كاملاش جوج سيمانات. دونك تشالنجيت راسي وقررت انني ندير حاجه اللي عمري ما درتها. وان شاء الله واحد من لي تشالنج اللي داير هو انني في الاخر ديال مارس غنجري سيمي ماراطون 22 كيلومتر باش نقدر نتحدى راسي. لا ماكسيموم اللي جريت حتى لدابا هو 17 كيلومتر، دونك مازال ليا 5 كيلومتر اخرى باش نقدر نكملها. وان شاء الله غادي نديرها في الوقت، ومن الاخر ديال العام ان شاء الله غادي نولي قاد نجري فول ماراطون. وحتى هذا حطو ان شاء الله غنحطو اوبجيكتيف. وفوالا هذا ما كان، هادو كانوا 10 ديال الحوايج اللي عاونوني باش ديفلوبي راسي وباش فهمت حوايج اللي ما كنتش فاهمها، وباش الحمد لله غادي في الطريق باش نوصل لداكشي اللي باغي نوصل ليه. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هادشي كامل، كنتمنى تاخذوا دي نوت الى قديتو. ولا عجبك هاد الفيديو ما تنساش تضرب طلا على واحد من هاد الفيديو اللي غيطلع لك هنايا، وتهلا ليا في راسك، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.